شويه مربى مشمش، هتعوز ايه تاني؟ النهارده هنعمل لكم مربى مشمش بقى معسله وزي السكر. نقطه ضعف مربى المشمش بقى، بس انا قلت كده على الفطير برضه، انا نقطه ضعف اي حاجه بتعملها يا حبيبه. هرجع واقول لك المشمش ده مستحمي، المشمش ده بص فريش كده، اللي عندنا تحس ان هو ايه، في حد اكله قبل كده. المكونات شلال الميه. لا لا لا، مش ما دقتيش انت بقى يا حبيبي مربى اللفت؟ جات لي فتره كنت ما بحبش اكل المشمش عشان كنت بحس شبه الكتاكيت، ما تستغربش انا كانت دماغي تعبانه كده. هو الصوت ده بينيم ومريح نفسيا ولا انا اللي متهيألي؟ لا يا حبيبه معلش بقى، مع كامل احترامي انا مش معاكي في الخطوه دي، احنا لسه هنعمل بالسكينه حته حته بايدك كده وفعص وارمي. هي دي طريقه المشمشيه ولا مربى المشمش؟ عشان انا حاسس ان احنا بنجففها، معلش اعذري جهلي. فصصنا المشمش وشلنا منه النقع. شلنا منه ايه؟ والله ما سمعتها، بس انا معاكي، انا مصدقك في كل حاجه. ودلوقتي هنحط السكر بقى. انط في الحله ولا ايه؟ اسف يا جماعه، معلش يا جماعه، ما خلاص مره من نفسي. تقريبا كده دي مربى على نظام الطيبات. كل حاجه طبيعيه، حتى الحاجه اللي عملت بيها مكان الفحم حطت قلب الذره. عارف الشويه اللي وقعوا منها دول الشويه اللي انا كنت بقعد ايه لما تيجي مثلا امي تعمل اي اكل او بطاطس او حاجه ويجي يقع شويه كده، دول الشويه اللي انا احبهم بقى، يبسطوني اكتر من الشويه اللي في الطبق. على كل كيلو مشمش نص كيلو سكر. يعني الطن ياخد نص طن سكر يا حبيبه كل ده؟ اللهم صل على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. جماعه هو احنا ليه ما فكرناش نعمل شوربه المشمش؟ او زي ما بنعمل كده شوربه الباميه، ليه ما فكرناش نعمل شوربه من الفاكهه؟ يعني حتى لو الفاكهه اللي هي مش مسكره وارد. هنسيبها لغايه ما تستوي تبقى مربى. منظر تقعد فيه ترتاح نفسيا، عارف لو انت متجوز تفكر انك تطلق. ودلوقتي هنحط عصير الليمون. اللهم صل على النبي. مش كنا اولى بيهم احنا شويه عصير الليمون في الحر ده؟ وبعد ما المربى بردت هنصبها بقى. منطقي. اللهم صل على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. وكده خلصنا احلى مربى مشمش بقى. والف هنا على اللي ياكل بقى. اللوجو ده محسسني كده ان ايه، ان ممكن المربى دي نطلبها، والله ما عارف، بس هتاكد عشان لو بجد اعتبريني اول زبون.